يا جماعه بجد انا تعبت من الفقره دي، ممكن نبطلها؟ فقره ان احنا في 2025 واحد اهلاوي قاعد في الاستوديو لسه بيشرح موضوع نادي القرن، لسه بيشرح موضوع وكاله الاهرام، لسه بيشرح الفلوس بتيجي منين، لسه بيشرح احنا بنتجامل ولا لا، لعيبه الاسماعيلي لما جت حصل ايه، مين اشتريناه كوبري ولا مين لا كان منصوب عليه في نادي ما بياخدش فلوس فطبيعي انه هيجي. يعني خلاص الواحد تعب، الواحد تعب من الفقره دي. والاهم من ده، انت بتشرحها ليه؟ يعني انت اما تشرح مثلا لجمال عبد الحميد قصه وكاله الاهرام في 2025 اللي هو عاصرها، يعني احنا ما بنتكلمش مثلا على عيل صغير مش فاهم، فهنقول له بص يا حبيبي انت كنت بتاخد 30 مليون، ولما سبت وكاله الاهرام ورحت برومو اد اديتك 5 مليون وقالت لك دي قيمتك التسويقيه، انت اصلا كنت بتاخد كتير وما لقيتش راعي غير الهلال والنجمه بتاعت المقشات، فاكتشفت ان انت كنت في نعمه في وكاله الاهرام وانت رجعت لها تاني. يعني ده معناه ان هم لا نصابين ولا مختلسين، لا اما ما كنتش هتفسخ العقد مع برومو اد وترجع تقول لهم خلاص حقكم عليا. فلما تشرح له دي بقى في 2025 هل هيقول لك اه تمام يا كابتن سيد فهمت، ما كنتش عارف الموضوع ده؟ هو هيفضل مقتنع انه دايما بيتظلم. فانت وفر نفسك ان انت تفضل قاعد تدافع عن نفسك، تفضل قاعد تتكلم الرعاة بيجي منين، ما انا بكسب بطولات وبروح بطولات كتيره فطبيعي هيبقى في كذا راعي عايز اللوجو بتاعه يتحط على التيشيرت، لكن انت ما بتاخدش حاجه. انت اللعيب عندك بيلعب موسم، الموسم اللي بعديه بيطير، فاي شركه هتقول لك مش هجيبه يعمل لي اعلانات، وبعد كده الموضوع يتضرب لما نلاقي اللعيب ده رفع قواضي ورفع كذا كذا وجماهير الزمالك هتكرهه، فانا الحمله الاعلانيه بتاعتي اتضربت. ده كلام كبير قوي عن واحد عشان يغيظك بيقول لك ان دونجا احسن من امام عاشور، فاهم؟ فانت بتتكلم في حاجات متقدمه عن واحد المكايده بتاعته بتوصل على انه شايف ان ناصر ماهر كركب الجزيره لما راح لهم، ناصر الماهر كوستا، فين ناصر ماهر دلوقتي؟ واحد كان بيقول لك رقم 8 للرجال، احنا عندنا دونجا الراجل اللي ضفره بامام عاشور، فانت هتشرح له وكاله الاهرام واسماعيلي ورعاه؟ هو من جواه اساسا واحد مش فاهم نفسه عشان يفهمك. ده بيبقى الصبح مجلس الاداره المشطشطين اللي هيكركبوا الدنيا في الجزيره، بالليل بيشتمهم. بيبقى الصبح ميدو عالمي، بالليل ميدو نصبايا. بيبقى الصبح حسين لبيب اللي هيفضي النادي الاهلي، بالليل بيبقى لبيب الاراجوز. فهو نفسه يعني ما بيقعدش يومين ثلاثه على نفس الراي في ناديه وفي مجلس ادارته وفي لعيبته. فانت عايز يفهم انت بقى المنافس اللي هو بيكرهه، هتقعد تشرح له حاجات ليها علاقه بالبيزنس وحاجات ليها علاقه بالماركتينج وحاجات ليها علاقه بالريفينيو ستريم وهيفهمها؟ هتقعد تشرح الكلام ده لواحد كان شايف ان عواد المفروض يبقى حارس المنتخب بس الشناوي ومصطفى شوبير بيتجاملوا؟ يعني هتشرح ايه؟ فخلاص بجد بجد الفقره دي كفايه.